بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وحشتوني بقالنا كتير قوي، يعني يمكن سنتين ما سجلناش فيديوهات. معلش كان حصلت عندي شوية ظروف كده وابتعدت شوية، والحمد لله يعني تعافيت، وهنرجع تاني نشغل القناة وهنرجع بقوة ان شاء الله ونقدم لكم محتوى مفيد. ولكن يعني خليني اقول لكم، يعني انتوا طبعا عارفين كلنا ان القناة اهتمامها الاساسي بالبرمجة، ولكن بعض الزملاء الاعزاء قالوا لي، يعني طلبوا مني ان انا اشرح مهارات في الاكسل وكده. ففي معانا مهارات كتير متقدمة في الاكسل، فقررت ان انا اعمل سلسلة اسميها سلسلة مهارات في الاكسل. وانا اخترت اسم مهارات في الاكسل دوت علشان خاطر الاكسل كبير، تمام؟ فمفيش، ويعني بحر واسع، ومفيش حد يقدر يقول ان هو يعني ماستر، ان هو بيعرف كل حاجة في الاكسل. وده لان الاكسل دايما هتلاقي في مهارات معينة انت دايما بتحتاجها في شغلك، فهي المهارات دي اللي انت بتستخدمها على طول، فهتلاقي نفسك متمكن فيها. لكن الاكسل بحر كبير قوي 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 قوي، يعني ما شاء الله، يعني حاجة عظمة. فانا سميته مهارات في الاكسل مش مهارات الاكسل، تمام؟ عندنا كده زي ما احنا شايفين، عندنا سكيل ليست كده. انا اخترت كام سكيل كده نشتغل عليهم، وان شاء الله يعني ربنا يدينا ويديكم طولة العمر كده والصحة نخلصهم. ولو لقينا معانا عندنا في مهارات كتير تانية غير الليستة ديت، ولكن دي المهارات اللي انا قلت ابتدي بيها. طبعا عندنا الفي لوك اب والبيفت تيبل. الفي لوك اب والبيفت تيبل دول مفيش اي حد بيشتغل وظيفة ادارية ما بيحتاجهمش، خاصة الفي لوك اب اللي هي اول مهارة معانا. وكذلك البيفت تيبل بيعمل تحليل لداتا كتير في جدول كبير، بيعمل ملخصات وتقدر تعمل منه حاجات عظمة. بالنسبة للبيفت تيبل عندنا مهارة اسمها تكست كولوم وكونكات. عندنا دالة اف واند واور، وتقدر تدمجهم مع بعض وتدمج اي معادلة او اي دالة مع اي دالة تانية. عندنا دالة اسمها ليفت ودالة اسمها رايت ولين وترم والتايم كالكوليشن، تمام؟ خلينا النهارده نبتدي على طول بالفي لوك اب. والفي لوك اب دي دالة بحث. عندنا مثلا جدول زي ده، طبعا المثال اللي انتوا شايفينه ده جدول صغير، انا يعني ده مثال انا مكريته او مألفه كده عشان خاطر المثال يبقى بسيط، تفهموا الفكره، تقدروا تطبقوا الفكره بتاعه دالة الفي لوك اب على اي شغل انت بتشتغله. لو عندك جدول كبير جدا مليان بداتا كتير في الافات المعلومات او البيانات، وانت عايز معلومه معينه، طبعا انت بتقعد تسكرول في الشيت لتحت كده. يعني مثلا لو احنا قررنا الداتا ديت مثلا 1000 ريكورد كده لتحت، انت بتفضل تنزل 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 بالسكرول كده لتحت، وبيبقى فيه طبعا عندك داتا هنا كتير، فانت مش هتعرف، يعني مش هينفع تبص عليها بعينيك. يعني انا مثلا لو انا عايز اكتب هنا مثلا اسم خالد، تمام، وعايز اجيب البيانات بتاعته، لو خدت بالك عندي الجدول هنا في خالد، عندي النيم والادرس والفون نمبر. مثلا انت لو بصيت بعينك فهتقول خالد الادرس بتاعه محرم بيه، الفون نمبر كذا. طب لو داتا كتير قوي وخالد دوت في ريكورد تحت، يعني لو ريكورد تحت خالص كده والجدول ده كبير، هتقعد تنزل بعينك كده وتدور؟ اكيد لا. فانا زي ما انت شفت كده، لو انا جيت كتبت اسم خالد، فانا عايز كتبت اسم خالد هنا طلعت لي بياناته، كتبت مثلا اسم اسامه ودوست انتر هتلاقي بياناته طلعت. لو كتبت اي اسم من الاسامي اللي موجوده في الجدول هتلاقي البيانات بتاعته. انا غالبا في هنا ممكن الاسم بس الفاليو مش صح. ده عشان خاطر الرينج بتاعي خليها هنا لحد C7 هيجيب معايا، تمام؟ وكذلك هنا نفس القصة. انا كنت عامل تجربة كده فكنت انا زودت على الجدول ده داتا، تمام؟ اهو زي ما انت شايف كده، كتبت مثلا ابراهيم مثلا، تطلع الداتا بتاعته.
طب انا عايز اعمل القصه دي، اعملها ازاي؟ الفي لوك اب دي بتشتغل ازاي؟ اولا انا بيبقى عندي الخليه، انا يعني المعادله مكتوبه هنا جاهزه، انا عايز اكتبها هنا قدامك عشان تشوف بتتكتب ازاي. انا عندي مثلا عايز ادور، عندي الاسم معلوم بس بقيه الداتا بتاعته مش معلومه. ممكن مثلا لو انا الفون نمبر بالنسبه لي معلوم، ممكن ادور بمعلوميه الفون نمبر، ممكن ادور بمعلوميه الادرس، ممكن ادور بمعلوميه اي معلومه اقدر ادور بيها. ولكن في شروط في الداله دي. الاول خلينا نشوف، انا لو كتبت هنا خالد وعايز اجيب الداتا بتاعته، انا دوست انتر الداتا ما جاتش ليه؟ عشان انا مش كاتب المعادله. طب انا الاول لما باجي اكتب اي معادله في الدنيا في الاكسل ممكن اكتبها بطريقتين. طبعا احنا مش هندخل في الجدل او الاشكاليه بتاعت هي اسمها معادله ولا داله، طبعا ايه مش موضوعنا. انا دلوقتي عايز اكتب الداله بتاعت في لوك اب، اكتبها ازاي؟ اي داله او اي معادله في الدنيا اقدر اكتبها بطريقتين، اما ان انا اقف في الخليه كده وادوس يساوي واكتب اسم المعادله في لوك اب هتظهر معايا. اما بتظهر معايا اقدر اما ان انا يعني اكمل الاسم كده في لوك اب وافتح قوس شيفت و9 اللي هي فوق الارقام كده، انا فتحت القوس كده، انا كتبت المعادله، اقدر اديها المعطيات واكمل. او ان انا اول ما اكتب حروف يعني وانا ابتدي كتبت بدايه الحروف وظهرت معايا الداله، فانا ممكن اروح بدبل كليك كده على الماوس اتفتحت معايا. او ان انا اهو كتبت في ال وظهرت معايا، ممكن ادوس على زرار تاب على الكيبورد هتفتح معايا المعادله. تمام، دي كده الطريقه الاولانيه، ان انا اكتب يساوي واكتب اسم المعادله تظهر معايا. او ان انا الطريقه الثانيه ان انا اروح هنا عند شريط المعادلات دوت على الاف اكس ديت، هدوس عليها، هو بيقول لك انسيرت فانكشن، بيبتدي يظهر لك المعادلات اهيت اللي انت ايه شغال بيه. انا هنا مثلا انا مختار ان هو الموست ريسنتلي يوزد، يعني اللي هي الايه الاكثر استخداما او اللي هي اقرب حاجه بستخدمها. انا ممكن هنا اقول له اول، هلاقي لسته بكل الدوال اللي انا عايزها اهيت موجوده عندي، اقدر ان انا ايه ادور على اسمها واختارها. او ان انا اكتب هنا مثلا مثلا في لوك اب، تمام، واقول له جو، تمام، اهو ظهر لي اهوت، اقدر اختارها بقى ايه دبل كليك، انا دوست عليها دبل كليك بالماوس هيفتح لي الويزرد ده. تمام، دي بقى انا بدخل هنا المعطيات. الفي لوك اب بتاخد ادي المعطى الاولاني اللي هو اللوك اب فاليو، والمعطى الثاني اللي هو التيبل اري، ده الجدول اللي هو بيدور جواه، يعني هنا الفاليو اللي بيدور عليها، وده الجدول اللي بيدور جواه على الفاليو دي. والكولوم اندكس نمبر ده رقم الكولوم اللي موجود فيه الداتا اللي انا عايزها. يعني انا لو بدور على خالد، مثلا الفاليو اللي انا بدور عليها اللي هي خالد، لو بيقول لي بتدور عليها فين، هقول له بدور عليها في الجدول ده، احدد له الجدول كده، اروح واعلق ادوس على الكليك الشمال وافضل دايس واسحب بالايه اسحب الماوس كده لحد اخر الايه الجدول. طب لو الجدول كبير عندي طريقه تانية اختصار يحدد لي الجدول، ممكن اجي على اول خليه في الجدول وكنترول وشيفت وافضل دايس عليهم، سهم يمين هيجيب لي اخر الجدول من على اليمين، وانا معلق ايدي من على الكنترول والشيفت انزل سهم لتحت هيجيب لي اخر الجدول من. طيب انا جبت اخر الجدول يمين واخر الجدول تحت، كده انا حددت الجدول. وما انساش ادوس F4 على الكيبورد علشان يثبت النطاق. حد اخد باله ايه اللي حصل لما انا دوست F4؟ هتلاقي فيه هنا الدولار ساين اللي ظهرت هنا دي، والدولار ساين دي، والدولار ساين دي، والدولار ساين دي. دي فايدتها ايه الدولار ساين دي؟ بتثبت لي النطاق عشان الجدول ما يتحركش معايا، وهنفهم يعني ايه الجدول يتحرك معايا دلوقتي. بعد كده بقول له انا هنا بدور على الاسم، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الادرس اللي هو العنوان. فانا اديت له الاسم اللي هو انا بدور عليه اللي هو خالد، والجدول اللي هيدور جواه اقول له بقى هات لي الادرس. الادرس هنا العمود رقم كام؟ العمود رقم 2، النيم عندي رقم 1، الادرس رقم 2، والفون رقم 3. فهقول له هنا هات لي العمود رقم 2، واخر قيمه دي اخليها 0 عشان يجيب لي اكزاكت ماتش. رينج لوك اب دي يعني هو انت عايزه اكزاكت ماتش، ولا لو ما لقاش القيمه اللي انت بتدور عليها ولقى قيمه قريبه منها، لا انا 0 يعني هات لي اكزاكت ماتش، انا عايز القيمه اللي انا ببحث عنها بالظبط. واقول له ايه اوكي، اهو الاقيه جاب لي محرم بيه. تعالى نكتب بقى المعادله بس بالطريقه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي يساوي في لوك اب يساوي في لوك اب. تمام، ادوس تاب على الكيبورد هيفتح لي المعادله اهو. الاقي هنا شايف الحته دي بولد،
تمام. فمعنى كده ان انا واقف في المنطقه بتاعت اللوك اب فاليو. هو هنا بيقول لي انت بتدور على ايه؟ اقول له بدور على خالد. تمام. انا عايز بقى انتقل للايه، للمعطى الثاني اللي هي التيبل اري دي في المعادله، فبدوس كوما عشان ينقلني على اللي هي المعطى الثاني. في الاصدارات القديمه من الاكسل هتلاقي ان الكوما دي، هدوس باك كده امسح الكوما، هتلاقي ان الكوما دي ممكن بتتكتب اللي هي النقطة اللي تحتيها فاصلة، بس دي في الاصدارات القديمة اللي 2003 و2007. تمام. في الاصدارات الجديدة انت بتفصل بكوما كده، هتلاقي اول ما دوست كوما هتلاقي كلمة تيبل اري بقت بولد. فانا اقول له، بيقول لي بتدور عليها فين؟ اقول له في الجدول ده. عشان احنا محترفين خلاص يبقى كنترول وشيفت وسهم يمين وكنترول وشيفت وسهم تحت، يبقى انا كده حددت الجدول بتاعي كله. هفصل بكوما هتلاقي هنا الكولوم اندكس نمبر ايه بقت بولد اهو. بص هدوس كوما كده، معلش هدوس بقى، همسح الكوما دي وادوس اف 4 عشان اثبت النطاق اللي هو من A1 ل C7 اهو. ما انساش النقطه دي. ادوس كوما هيقول لي انت عايز الكولوم اندكس نمبر رقم كام؟ انا عندي النيم رقم 1 والادرس رقم 2، انا عايز الفون نمبر رقم 3، وهقول له كوما وهقول له ايه 0 يعني هات لي اكزاكت ايه ماتش، وادوس انتر جاب لي رقم التليفون. يبقى انا هنا عندي كولوم رقم 2 جاب لي، قلت له دور لي على خالد هات لي الادرس اللي هو الكولوم رقم 2، وقلت له هنا دور لي على خالد وهات لي الكولوم رقم 3 اللي هو الفون نمبر. كده المعادله اشتغلت. بس احنا عشان ناس محترفين لازم نفهم بقى ايه الايرورز اللي هي ممكن تظهر معايا، وتعالى نشوفوا بعض الايرورز دول. انا همسح المعادله دي كده، بس انا هنا مش هدور بمعلوميه خالد، انا هدور بمعلوميه مثلا الفون نمبر. هدخل له رقم التليفون واقول له هات لي بياناته. ماشي. فانا هاخد ده كده وهحط ده هنا كده. تمام. انا المفروض ان انا كتبت الرقم صح وانا واخده كوبي، يعني ما كتبتوش. لو انا كتبته بايدي يبقى انا ممكن اغلط في الكتاب. طب انا واخده كوبي وحطيته هنا. طب تعالى نشوف، المفروض ان هو كده الرقم ده موجود. تعالى نشوف لما نيجي ندور عليه هيقول لنا ايه. ادي يساوي في لوك اب اهو. هيقول لي لا مؤاخذة معلش، هيساوي في لوك اب. بيقول لي انت بتدور على ايه؟ هقول له انا بدور على الخليه اللي هي بتاعه الفون نمبر اللي هي دي، اللي هي G10 اهي اللي فيها رقم التليفون. هيقول لي بتدور عليها فين؟ هقول له بدور عليها هنا. تمام. هيقول لي طيب هدوس كوما. تمام. هيقول لي انت عايز ايه؟ انا عايز هنا النيم، انا خليني المره دي اجيب النيم. تمام. فهقول له هات لي الكولوم رقم 1، مش النيم هنا في الكولوم رقم 1، هقول له 1 وهديله، معلش انا اسف. تمام. انا دوست بره المعادله فعشان كده خرج منها. هكتبها تاني بسرعه كده، بيساوي في لوك اب. تمام. بيقول لي انت بتدور على ايه؟ بقول له بدور على الرقم ده. تمام. بتدور عليه فين؟ بدور عليه في التيبل اري ده. تمام. هقول له كوما. هيقول لي انت عايز الكولوم رقم كام؟ هقول له انا عايز النيم اللي هو الكولوم رقم 1، وهقول له كوما هات لي اكزاكت ماتش، يبقى اديله 0 وادوس انتر هيطلع لي ان ايه. ان ايه دي لما تلاقيها في اي معادله، يعني معادله في لوك اب بالذات، اما يطلع لك ان ايه معناها ان الرقم اللي انت بتدور عليه او الداتا اللي انت بتدور عليها دي اللي هو رقم التليفون ده مش موجود في الجدول. الله تقول لي يا عم ازاي؟ ده انا واخده كوبي، يعني انا حتى ما كتبتوش بايدي عشان اغلط في الكتابه، ده انا واخده كوبي، ازاي مش موجود؟ هقول لك اول حاجه واهم حاجه لازم تعرفها عن الفي لوك اب، ان انت لما تيجي تدور على قيمه لازم القيمه دي موجوده فين؟ موجوده هنا في الكولوم ده. لازما الكولوم اللي جواه الداتا اللي انت بتدور عليها يكون الكولوم رقم 1 في الجدول، يعني ده لازم يكون هنا. يعني هنشيله من هنا كات ونعمل له هنا كده انسرت. تمام. يبقى انا كده ايه؟ جبته رقم 1. تمام. هنا ما جابليش ليه؟ لان انا لما انا شلته من هنا كات ووديته هنا فانا زقيت الجدول. لو اخدت بالك في المعادله ادي اللوك اب فاليو اللي هي G10 اللي هي دي خلاص. طيب دي G10 دي القيمه اللي بدور عليها. الجدول بقى اللي هو التيبل اري، بص المنطقه اللي متظلله بالاحمر دي بقت من B1 اللي هي هنا لايه؟
لسي 7. هي الجدول اصلا كان من ايه، يعني انا لو دوست كنترول وزد خلاص هدوس اسكيب كده، هدوس كنترول وزد عشان ارجع الفون نمبر ده رقم 3 واوريك الوضع كان عامل ازاي. بص المعادله كانت من A1 لسي 7، لما انا نقلت الكولوم وديته هناك بقى الجدول اللي بيدور فيه من B1 لسي 7. يبقى انا محتاج ان انا اعدل الجدول ده تاني وارجعه ايه، اجيبه من A1 لسي 7. لما ادوس انتر هتلاقي كده ايه، هيجي معاك معلومه، هيجي معاك انهي، هيجيب لك الكولوم رقم 1 اللي هو رقم التليفون، يعني هيجيبه لك تاني. تعال نشوف كده. تمام، ادي اهو كرره لي علشان انا جبت ده الفون نمبر جبته في اول كولوم، فهو دور عليه لقاه هنا، بقول له هات لي الكولوم رقم 1 فجاب لي الايه الفون نمبر. فانا اصبح دلوقتي ان النيم بقى في الكولوم رقم 2، فانا هاجي هنا وهقول له ايه، انا عايز النيم، فهقول له هنا هات لي الكولوم رقم 2. يبقى انا هبدل بس الهيدر كده ده عشان ما يلخبطكش، هقول له ده هنا الفون نمبر وهنا الادرس، تمام، وهنا النيم. يبقى انا كده خليت النيم رقم 2 والمعادله اشتغلت معايا. طيب ايه تاني، هاخد نفس المعادله دي كده كوبي وعشان اجيب الادرس. انا لما بعوز اخد معادله الفي لوك اب كوبي، تمام، لو انا شديت المعادله كده، تمام، المعادله اشتغلت بس في حاجه غلط، خلي بالك. ليه؟ هتقول لي طب ايه اللي اكد لك انها غلط؟ تعالى اما اشدها كده كمان مره يمين واشوف هتشتغل ولا لا. شدتها يمين فطلع لي هنا 0 وهنا ايه ان ايه. هقول لك ايه اللي حصل لما انا شديت المعادله يمين. بص هنا بقى الفي لوك اب اللي هو اللوك اب فاليو اللي بيدور عليها، هو كان الاول هنا بيدور على جي 10، لكن لما انا شديتها واحده يمين بقى بيدور من على ايه، بيدور هنا لما انا شديتها واحده يمين بقى هو بيدور على اتش 10 اللي هي النيم، فاصبح هو بيدور على النيم هنا. وكمان الجدول اللي بيدور فيه اللي هو الاري بقى بيدور من بي 1، فهو اتشد اهوت ايه، فلقى ان خالد اللي هي النيم اللي هو في اتش 10 اللي بيدور عليها في الجدول من بي 1 لقى خالد، فجاب لي الكولوم رقم 2 اللي هو الادرس، فايه محرم بيه، عشان كده المعادله اشتغلت. لما جيت شدتها كمان مره هو بقى بيدور على اي 10 اللي هي محرم بيه دي، وهنا لو اخدت بالك هنا بيدور على ايه، ادي اللوك اب فاليو اللي هي محرم بيه اللي هي الاي 10. واللوك اب اري ده اللي هو التيبل اري ده من سي 1 اللي هي ابتداء من الادرس لاي 7، فالجدول اتحرك معاه. فهو لما دور على محرم ب لقاها، فجاي يجيب الكولوم رقم 2 ما ايه لقى فاضي فجابه لي ايه 0. لما جيت شدتها كمان مره فهو بقى بيدور على القيمه اللي اسمها القيمه اللي هي جي 10 اللي هي دي اللي هي 0، بيدور عليها في جدول فين، من دي 1 لاف 7، فما لقاش القيمه اللي اسمها 0 فجاب لي ان ايه. عشان كده دي فايده ان احنا نثبت النطاق. فدي اول حاجه اهو. تعالى اما اوريها لك لو انا شدتها كمان مره لتحت. تعالى كده هشدها مره لتحت اهو، هتلاقي المعادله ما اشتغلتش. ليه؟ لانه هنا بيدور على جي 11 اللي هي دي في الكولوم من A2 في الاري من A2 ل C8. طب تعالى ناخد كده A2 دي نحطها هنا كده كنترول وسي ونحطها ايه كده، فجاب لي اهو البيانات بتاعت اسامه. ليه؟ عشان موجود جوه الجدول. لكن انا دلوقتي خليني ان انا قمت جاي عامل كده، تمام، وجيت ادور على خالد. بص هو هنا طلع لي ان ايه. بص لما اجي ادور على خالد هيطلع لي ان ايه برضو. ليه؟ لان هو هنا بيدور من فين، بيدور على جي 12 اللي هي كلمه خالد دي. سوري معلش، تعالى نجيبه رقم التليفون بتاع خالد. كنترول وسي، تمام، كنترول وفي اهو. المفروض يطلع لي بياناته، لا ما طلعتليش. ليه؟ لان هو بيدور على جي 12 اللي هي دي. خلاص بيدور عليها فين؟ بيدور من A3 لسي 9. هتلاقي حتى المنطقه اللي هو بيدور جواها اتظللت اهو. ليه؟ لان انا لما شديت المعادله لتحت هو بينزل بالجدول وبينزل بالداتا وبينزل بالقيمه اللي بيدور عليها، تمام. فهو الاكسل بيعمل ايه؟ انت هو بياخد القيمه دي يدور عليها. انت بتدور فين؟ تعالى نظلل نبينه الجدول تاني. بتدور فين؟ من A3. لما هو فوق هنا كان بيدور من A1، فهو بينزل على فون نمبر مش بيلاقي دي القيمه اللي بدور عليها، فيقوم نازل على الرو رقم 2 اللي هو لقى فيه الرقم نفس القيمه اللي بيدور عليها، فبيجيب لك البيانات.
طب هو لما انا شديت المعادله لتحت وابتدى يدور من A3، فهو جه يدور على رقم التليفون دوت ما لقاهوش. ليه؟ لان هو بيدور ابتداء من هنا. فاذا انا محتاج ان انا لو عندي جدول كبير عايز اطبق عليه نفس المعادله، لازما اثبت النطاق اللي هو من A3 دوت لسي، او سوري نطلع بقى فوق في المعادله رقم 1 دي من A1 لسي 7. فانا عايز اثبتها، فبقوم جاي بقى ايه، بظلل كده الخليه اولها والجدول اوله وبدايه ونهايته، وبدوس على F4 فهيحط لي دولار ساين كده. انا مهما شد المعادله مش هتتحرك معايا. تعال نثبت كمان المعادله اللي هي بتاعه الادرس هنا كده، وندوس F4. تمام اهو كده انا ثبتت الايه، البدايه والنهايه. ادوس انتر. تعالى بقى نشد المعادله واتفرج ايه اللي هيحصل هنا لما اشد المعادله. اهو هقف كده على الكورنر تحت كده واشد المعادله لتحت، هلاقي البيانات ظهرت معايا. ليه؟ لان الجدول بقى ثابت. هو هنا بيدور على جي 12 اللي هي دي اهو، بص كده ادي اللوك اب فاليو اهي، هنا بيقول لك لوك اب فاليو جي 12 اللي هي دي. هنا بقى التيبل اري بيدور من فين لفين، من A1 لحد ايه C7. فاصبح ان الداتا اللي هو بيدور عليها موجوده جوه الجدول، وانا قلت له هات لي الكولوم رقم 2، فلما دوست انتر فجاب لي ايه، خالد. وهنا نفس المعادله بس بقول له هات لي الكولوم رقم ثواني، هنا الكولوم رقم 2 عشان ده بيبتدي من، هو بيدور على اتش. لا خلينا بقى ناخد المعادله دي كده، نقول له دور لي على الجي 12 وفي في الجدول اللي هو من A1. تمام، وادوس انتر هيجيب لي هنا ايه، واقول له هات لي رقم 3 كده، هقول له هات لي كولوم رقم 3. تمام، هنا النطاق دي خلينا اقول له من A1 ل C7. تمام، there is a problem with the formula no trying to type a formula when the first character is an equal or minus. تمام، هنا بص هنا عشان احنا لما جينا نمسح ال H ونخليها G مسحنا القوس. هفتح القوس هنا كده وادوس انتر هيجيب لي ايه، المعادله كده. وصلت الفي لوك اب. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم في فيديو جديد ومهاره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.